مساء الخير، شلونكم؟ اليوم راح أسوي سوشي. هنا عندي رز السوشي، جبته تقريبا 500 غرام وغسلته 3 إلى 4 مرات بالمي العادي البارد. هنا أنا مقادير الرز اللي طبخته بهاي الطريقة، وصار عندي رز مفلفل وما معجن، كل كاسة رز بكاسة مي، وانتو تقيسوها وتشوفون شلون. حبايبي، الخطوة الأساسية أني ضفت خل الرز بعد ما استوى التمن. ضفت خل وياه ملعقتين كبار سكر وملح، بس نسيت أصورها، وبعدين خلطته إلى أن ذاب وضفته فوق التمن بعد ما استوى. وهنا عندي هاي الخضروات اللي أني مقطعتها، وعندي سمك السلمون اللي شويته وبعدين تبلته بالمايونيز وتبلته بالفلفل الأسود والملح. وعندي هاي الحصيرة هنا غلفتها ببلاستيك الطبخ، أي بلاستيك غذائي انتو تقدرون تستخدمونه حتى ما تتوسخ ويصير علينا سهل اللف. عندي هنا الرز، خليت أول شي هاي الورقة الخضراء اللي دا تشوفوها، وبعدين خليت عليها الرز وخليت عليها الخضروات اللي انتو تحبوها. أنا خليت فلفل وخيار وقطعته شرائح خفيفة ورفيعة حتى تنلف عندي بطريقة سهلة وحلوة. وطبعا مثل ما قلت لكم هاي الحصيرة كلش هواية ساعدتني باللف وحلوة وسهلة، جربوها وأبد ما راح تندمون. وهذا شكلها النهائي. وهنا أنا حبيت أجرب ألفها ويا الأفوكادو والخيار. طبعا الخيار أني سويته بالمقشارة هاي اللي تقشر البطاطا، وطلع عندي شكل كلش حلو. وحبايبي، هنا أنا بعد ما لفيتها وصارت بهذا الشكل الحلو، طبعا ما أحكي لكم طول عندي تقريبا، طولت بهذا السوشي 4 ساعات، لأنه طريقة العمل مالته كلش صعبة ودقيقة وتحتاج وقت طويل. يعني حقهم بالأسواق من يبيعوه غالي وبالمطاعم يبيعونه كلش غالي. فأني اليوم جربت أسويه بالبيت، والحمد لله والشكر الطريقة نجحت وياي وصار كلش طيب، وألف ألف عافية.